من غير اي مقدمات كتير ومن غير اي كلام كتير، عرض النهارده اقل ما يقال عليه انه عرض اسطوري بمعنى الكلمه. فتعالوا مع بعض نشوف ايه اللي حصل في لاست مانداي نايت رو قبل راس المينيا. Give me a hell yeah! Acknowledge me. افتتحنا العرض بدخول الفاينل بوس 15,000 متفرج متفاعلين مع دخلة الروك بشكل رهيب. ضرب ورب الكعبة في كل مكان في القاعة، صريخ وتفاعل وجمدان. دخلة الروك مش ممكن عن الحماس اللي موجود فيها في المدرجات، مش ممكن. بصوا منظر الدخلة عامل ازاي، مش قادر اعدي المشهد ومش عاوز اعدي المشهد اصلا، لان اللحظات دي ما بتتكررش تاني. كل الجماهير بتصور، كل الجماهير متفاعلة. دخلة الروك سينما سينما، اقسم بالله زي ما بيقولوا. فعلا احنا بنعيش اجمد ايام المصارعة في العصر الحالي، واتمنى انها تفضل مستمرة ما تنتهيش بعد ريس المانيا. المهم دخل الروك وقعد بتاع نص ساعه كده ماشي ولا حاجه، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا، وفي الاخر طلع على الحلبه وفضل واقف له بتاع نص ساعه تانية كده ولا حاجه بيسمع الجماهير بتقول ايه. وبالرغم من اللي الروك عمله في كودي رودز الاسبوع اللي فات، الا ان الجماهير غالبا كانت بتقول روكي 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 روكي. المهم الروك اخيرا بدا يتكلم، وقعد في الاول كده يتفشخر باللي هو عمله في كودي رودز الاسبوع اللي فات، وقال خليته ينزف. خدت ايديا ولفتها حوالين الراس الصغيره دي، وخبطت راس العيل الصغير ده في الاتوبيس، وفتحت له دماغه نصين، والدم نزل على ايد الروك. وزي ما وعدت الروك خد الدم ومسحه على الحزام. ودلوقتي الحاجه الوحيده اللي ناقصه الحزام ده هي دموع ماما رودز. الروك راجل بيلتزم بكلمته. قلت الاسبوع اللي فات لكودي رودز في ودنه الليله هخليك تنزف، وده بالظبط اللي الروك عمله. وكل كودي كراي بيبيز ما عجبهمش الكلام ده. كل كودي كراي بيبيز حوالين العالم كانوا متضايقين جدا ان الروك خلى بطلهم ينزف. هل احنا عندنا كودي كراي بيبيز موجودين هنا الليله؟ والجماهير كلها ساعتها بعد ما كانت بتهتف للروك غيرت هتافاتها وقعدوا يهتفوا لكودي رودز. وفي واحد هناك كده كان رافع يافطه كاتب فيها بروكلين كلها كودي كراي بيبيز. كودي كراي بيبيز ما عجبهمش اللي انا عملته. الروك قال انه هيضربه زي الكلب، وهو ده اللي انا عملته. ودلوقتي في بعض ردود الافعال اللي الروك شافها على السوشيال ميديا واللي وقفت الروك عن اللي هو بيعمله. خلونا نشوفها. طبعا الروك هنا بيتريق اصلا، وراح جاي عارض فيديوهات انتشرت الفتره اللي فاتت دي على السوشيال ميديا لاطفال صغيره وهي بتعيط لما شافت الروك وهو بيضرب كودي رودز، وفي طفله كده افتكرت ان كودي رودز مات. فالروك وراها من الفيديوهات دي وهو بيتريق يعني، وكان قصده ان مشجعين كودي رودز كلهم اطفال ما بيعملوش حاجه غير ان هم بيقعدوا يعيطوا وكل الكلام ده كان قصد الروك يعني. ودلوقتي لما الواحد بيشوف حاجات زي دي، الحاجات دي بتكسر قلبي زي ما انا عارف انها بتكسر قلبك انت كمان. وزي ما كتير منكم عندكم اطفال في بيتكم، الروك كمان عنده اطفال في بيته. الروك اب، عشان كده لما بشوف اطفالنا الصغيرين بيعيطوا كده فده بيكسر قلبي. عشان كده لكل الامهات والاباء اللي موجودين، الروك عاوزك تاخد اطفالك وتحطهم دلوقتي قدام التلفزيون، عشان انكل روك هيقول لهم على 3 حاجات مهمه جدا لكل الاطفال والبنات الصغيرين اللي بيسمعونا. اول حاجه لازم تفهمها ان في بعض اللحظات في الحياه لازم الراجل يعمل فيها الحاجه اللي لازم يعملها، وفي بعض اللحظات في الحياه بتلاقي الناس بتحشر مناخيرها في حاجات مالهاش علاقه بيها، وفي بعض اللحظات في الحياه بتلاقي بعض الناس بتتكلم وهم مش المفروض عليهم ان هم يتكلموا اصلا. وده بالظبط اللي عمله كودي رودز. عشان كده في بعض اللحظات في الحياه زي دلوقتي كده لازم الروك يحط فيها على الحمار كودي رودز مرارا وتكرارا. بروكلين، هل حاسين بالشعور ده؟ الشعور اللي انتوا حاسين بيه دلوقتي ده من الطاقة والحماس والتفاعل. عارفين ليه حاسين بيه؟ عشان في الوقت الحالي مصارعة المحترفين رجعت كول من تاني، بقت جامدة. في الوقت الحالي التقييمات والارقام عليت بشكل كبير جدا بسبب الروك. الليلة تم تسجيل رقم قياسي لاكبر افتتاحية لعرض الرو على الاطلاق. مبروك. Congratulations. بروكلين. وده حقيقي فعلا. تريبل اتش قال كده قبل العرض، قال ده اكبر عرض رو من حيث التفاعل والاقبال عليه في تاريخ عروض الرو كلها. انتوا متخيلين الجماهير متحمسه ازاي؟ متخيلين البناء السنه دي الريسل مانيا عمل ايه؟ عمل رقم قياسي جامد جدا في تاريخ عروض الرو كلها اللي بقالها 31 سنه. عشان كده بقول لكم الفتره اللي احنا فيها دي فعلا جمدان، وما عشناش زيها قبل كده من سنين كتيره جدا والله، ومش ببالغ.
وفي سبب واحد بس لكل الجمدان ده، عشان فاينلي The Rock has come back to Brooklyn! اخيرا سفك دماء، فاينلي اخيرا على بعد 5 ايام من ريسل مانيا، فاينلي Finally, the final boss has come back to Brooklyn! لكن يا بروكلين الروك ما جاش هنا لوحده. Yes! الترايبال شيف از هير اون مانداي نايت رو. الله على التفاعل، اطربني كمان وكمان. صوت الجماهير ده طرب بالنسبه لي، طرب ورب الكعبه. تفاعل الجماهير النهارده لحظه دخول الروك ورومان رينز وسيس فريكي رولينز كان في حته تانية خالص، ويخرب بيت روقان وجمدان رومان رينز في الدخله دي. بجد عرض الرو النهارده تاريخي مش هيتنسي، وغالبا 95% من الجماهير معترفه برومان رينز. من اي زاويه ومن اي مشهد هتلاقي غالبا معظم الجماهير معترفه برومان رينز. امال مين اللي عاوزه يخسر يا جدعان؟ انا عاوز افهم يعني، لما كل عرض اشوف المشهد ده امال في ايه؟ طيب انا عاوز افهم مين اللي عاوز يخسر. المهم دخل رومان رينز وكانت الغزاله رايقه قوي معاه، وداخل بيضحك ومبسوط، وجو الدخله كان حاجه جامده جدا. بس في وقت ما رومان رينز كان داخل لقينا مايكل كول قال ان رومان رينز قال انه هيعتزل لو خسر من كودي رودز في ريسل مانيا. مايكل كول بيذكر الناس بالحته بتاعت رومان رينز دي اللي اتقالت في الفيلم الوثائقي بتاع امبارح. وبرده مايكل كول بعدها ذكر الناس ان رومان رينز هيكسر رقم هالك هوجن في الليله الثانيه لريسل مانيا كاكتر واحد متصدر الاحداث الرئيسيه في تاريخ ريسل مانيا كلها. المهم الحمد لله ربنا كرمنا ورومان رينز وصل للحلبة بعد 6 دقايق تقريبا كده ولا حاجة، وبول هيمان هنا بيبوس ايد الروك. هو مش زمن العبيد ده انتهى ولا ايه يا جدعان؟ فظيع بول هيمان ده، انا مش عارف ليه مصمم على شغل الخدامين ده، انا مش عارف بجد. المهم مسك رومان رينز المايك وقال Acknowledge me! هل شفتوا السيره الذاتيه بتاعتي، الفيلم الوثائقي اللي اتعمل عليها امبارح؟ شفتوه؟ طيب طالما شفتوه يبقى انتوا اكيد تعرفوا ده. لو بصيت على الهود اللي انا لابسه هتعرف بوضوح جدا ان عيلتي above all، فوق الكل، وده اللي انا كنت بحس بيه دايما. وانا ما جيتش العرض الرول ليله من غير سبب، لا 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 لا، انا جيت هنا عشان اعترف بعيلتي. والجماهير كلها ساعتها قعدت تقول ييت ييت ييت، قام رد عليهم وقال لهم No yeet! لو فضلتوا مستمرين في اللي بتقولوه ده انا همشي. انا بعتذر لك عن شويه الاغبياء دول، شتتوا انتباهي. اخرس بقى انت وهو. انا عاوز اغتنم الفرصه دي عشان اشكر ابن عمي، عشان خلاص دي هتكون اسهل ريسل مانيا عدت عليا في حياتي. ماتش التاج تيم هو اللي هيحدد الشرط في مباراتي، احنا الاتنين هنخلص عليهم، ويوم الحد الماتش هيكون بقوانين البلاد لاين، وبعد كده هنشق طريقنا مع كودي رودز. عشان كده انا عاوز اقول شكرا ليك يا ابن عمي. خد العيل الصغير ده وراح بيه في حته تانيه خالص وخلاه ينزف. واكيد طبعا كلكم شفتوا اللي حصل على النت، كودي رودز كان عمال يصرخ زي العيال الصغيره، وانا ما كنتش محتاج ليه عشان يعمل كل ده، بس لما عمل كده حسيت بالرضا والسعاده لرؤيه ابن عمي وهو بيعمل فيه كده. عشان كده انا عاوز اشكرك مره تانيه، انت حطيت عيلتك فوق الكل زي ما انا بعمل بالظبط، وده مثال اللي ممكن يعمله الفاينل بوس. كودي رودز غير لائق للقياده، كودي رودز ما ينفعش يكون واجهه الشركه. قلت لكم قبل كده انه راجل سياسي، وهو محظوظ اصلا لوجوده هنا، لان لما احنا بدأنا ورجعنا الجمدان من تاني في 2020 كان هو ساعتها في مكان تاني خالص، ما بيعملش حاجه ومالوش لازمه اصلا ومحدش مهتم بيه. بس لما شاف اللي بيعمله الترايبال شيف قال لا، ده انا لازم اكون جزء من اللي بيحصل ده. واحنا كنا لطاف جدا معاه، كنا لطاف جدا وكنا كرمه جدا معاه، وسبناه ياخد راحته ويمرح شويه، وسمحنا له بالدخول وفتحنا له بابنا. بس خلاص بقى كده كفايه، مش لدرجه انك تحاول انك تنزلني من على قمه الجبل. ده ولادي نفسهم ما يقدروش يعملوا كده، ولا اطفال ولاد عمي الاوسوس يقدروا يعملوا كده، ولا اطفال الفاينل بوس نفسه يقدروا يعملوا كده، لان هو ده الجبل بتاعنا، احنا اللي بندير البيزنس ده. ويوم الحد الجاي وقامت دقت موسيقى سيس فريكي رولينز. ايوه كده، ولع لي العرض، ولع لي الفقره. فضلنا مستنيين سيس فريكي رولينز يدخل من عند باب القاعه، ولكن سيس رولينز كررها تاني ونزل من بين الجماهير على طريقه ذا شيلد، والجماهير ساعتها اتفاعلت معاه بشكل رهيب. شايفين كميه الجماهير اللي ملفوفه حوالين سيس رولينز عامله ازاي يا جدعان؟ سيس فريكي رولينز ده في حته تانيه خالص، انا بحبه جدا عن نفسي. انا بس في مشكله بيني وبينه كده في موضوع اللبس، وهتتحل ان شاء الله يعني. المهم قبل ما نروح لسيس فريكي
فريكر رولينز. تعالوا نشوف كده كلام رومان رينز بيكرر نفس الكلام تاني وبيقول لكودي رودز عاوز تنهي القصه اللي شغاله من قبل ما انت تيجي اصلا، ده انت تحمد ربنا اننا ادينا لك فرصه انك ترجع هنا اصلا. رومان رينز بيتكلم وكانه صاحب الشركه او ابن صاحب الشركه كده يعني، والله بجد بيتكلم وكانه صاحب ملك هنا يعني اللي هو احنا سيبناك تيجي تلعب وتمرح وادينا لك فرصه، فاللي هو بقى خلاص ما تزيدش فيها بقى، مستكتنا له دخل بحماره وعاوز كمان تيجي تنزلني من على القمه. لا مفيش الكلام ده يا راجل اطفالي واطفال الروك واطفال الاوسوس ما يقدروش يعملوا كده. عاوزين نقف عند الحته دي شويه عشان الحته دي عميقه بصراحه يعني. رومان رينز هنا شايف ان كودي رودز طفل وشايف ان راس كودي رودز مش براسه، لا كودي رودز راسه براس اطفال العيله، اللي هو احنا اطفالنا ما يقدروش يعملوا كده، انت بقى اللي هتيجي تعمل كده. ده معنى كلامه يعني، هي عميقه شويه بصراحه وفيها حته قصف جبهه كده. فدي كده حاجه. خدتوا بالكم برضو ان رومان رينز قال دي اسهل ريسل مانيا هلعبها في حياتي، وفرحان جدا باللي الروك عمله كده. ده معناه ان هي هتكون اصعب ريسل مانيا عدت على رومان رينز في حياته كلها. فدي برضو كده حاجه. برضو حته ان رومان رينز شكر الروك واول ما دخل راح جاي حاضن الروك، وغالبا اصلا هو كل ما يشوف الروك يفضل يحضن فيه اساسا يعني. المهم كل الكلام ده هم بيقولوا لك ان هم مش هيخونوا بعض في ريسل مانيا وان هم متحدين جدا يعني. فده كده معظم الحاجات اللي قالها رومان رينز. نيجي بقى على سيس فريكر رولينز. بدأ سيس بالكلام وقال لو فاكرين اني هجيلكم من الحلبة عشان تعملوا كمين فيا زي ما عملتوا مع كودي رودز الاسبوع اللي فات، فانتوا اغبياء لو متوقعين كده. لو عاوزين تاخدوني دلوقتي فانتوا لازم تيجوا هنا وتقاتلوا مدينة بروكلين كلها. الاسبوع اللي فات انتوا تجاوزتوا كل الحدود، فعشان كده خلاص وقت الكلام انتهى. انا مستعد للقتال، وانا دلوقتي ما بتكلمش على ال5 ايام بتوع ريسل مانيا، لا انا عاوز قتال الليله. وبما ان ريسل مانيا هي اكبر ريسل مانيا اوف اول تايم، فالليله في بروكلين هي اكبر مانداي نايت رو اوف اول تايم. فعشان كده اعتقد ان بروكلين تستحق اكبر حدث رئيسي اوف اول تايم. فعشان كده ماذا عن سيس فريكر رولينز فيرسز ذا فاينل بوس وابن عمك الترايبال شيف اللي كبر خلال السنين القليله اللي فاتت. فعشان كده لو الروك مش عاوز يقاتلني الليله فهكون سعيد جدا ان اواجه رومان رينز في الحدث الرئيسي الليله، وانا هسيب لكم حريه الاختيار. مين فيكم يحب يتقدم ويواجه البطل الحقيقي سيس رولينز؟ ها مين؟ وانا سايب لكم حريه اختيار الماتش. احنا ممكن نعمله في قفص وممكن كمان نعمله بقوانين البلاد لاين الغبيه بتاعتكم دي. ها مين فيكم؟ الروك هيقول لك على حاجه دلوقتي يا بانك. انت جاي هنا وبتتكلم وبتتحدى الروك وبتتحدى رومان رينز، انت جاي تتحدى الاندسبيوتد دبليو يونيفرسال هيفي ويت شامبيون الاكثر سيطره وهيمنه في تاريخ الدبليو وجاي تتحدى الفاينل بوس. انت ما شفتش اللي الروك عمله في صاحبك الاسبوع اللي فات؟ شفت دماغه حصل فيها ايه؟ انت مش هتقاتل الروك الليله ولا هتقاتل رومان رينز يالا. انت ابن انت مش هتقتلنا الليله، بس احنا عندنا ليك خطه تانية. ووسع يا ابني للي هيموتنا من الضحك. انا مش عارف ليه لما بلاقي سولو سكوا هيتكلم بضحك، مش عارف ليه والله، من قبل ما يتكلم بلاقي نفسي بضحك اقسم بالله ما اعرف ليه. المهم سولو سكوا راح جاي ماسك المايك وراح جاي مرجع شويه وراح جاي قايل سيس انت مش هتقاتل الترايبال شيف الليله وبرضه مش هتقاتل الفاينل بوس الليله، انت هتقاتلني انا الليله. سيس رولينز انت وسولو سكوا الليله الماتش هيكون بقوانين البلاد لاين. اشوفك في اخر الليل يلا. بقوانين البلاد لاين يعني تدخلهم هيكون مباح. وبس كده يا معلم، انتهت الفقره الجامده دي على كده. ولو اني حاسس انه لسه، والله انا حاسس ان لسه بدري لسه بدري لسه بدري لسه بدري والله. الفقرات اللي زي دي خلاص مش هنشوف زيها تاني يا اخي. المهم الفقره مفسره نفسها ما فيهاش اي حاجه تتقال حرفيا. كل اللي اقدر اقوله لكم ان البلاد لاين بياكدوا في كل لحظه ان هم عيله واحده ومتحدين جدا ضد اي حد. اما بقى سيس فريكر رولينز فانا والله العظيم بسقف له على الجمدان اللي هو فيه بجد. عنده ماتشين مهمين جدا الاسبوع الجاي، وبالرغم من كده هيلعب ماتش تقيل قوي مع سولو سكوا النهارده. انت لو بلاستيك مش هتعمل في نفسك كده، او هم مش هيعملوا فيك كده بجد يعني. الراجل ده يحترم بجد. شابو لسيس فريكر رولينز من هنا للسنه الجايه. اما بقى انت فانت ابوك فين يلا؟ انا عاوز افهم، هو انت لقيت يلا ولا ايه؟ مش فاهم هم بيعاملوك كده ليه؟ اي حد من البلاد لاين داخل في عداوه يلا يسولوا عندك طلعه. يلا ما علينا. فقره كانت عظيمه جدا بصراحه وفتحت لنا كلام كتير جدا هنتكلم عنه بكره ان شاء الله، وديها 10 من 10 ما فيهاش كلام.
بعد كده بقى في الكواليس بنلاقي رومان والروك بيبصوا على سولو سكوا وكاتمين الضحكه. انا مش عارف هم بيعملوه كده ليه بصراحه، بس المهم يعني هم بيقولوا لبعض ان هو مستعد يعني وكده. وبعد كده رومان راح جاي قال لهم انا همشي بقى دلوقتي عشان الحق اجهز خطاب بول هيمان، وبعدها سلم على الروك وحضنه. انا مش فاهم ايه كميه الاحضان دي بصراحه يعني، بس ماشي. وبعد كده الروك قال لبول هيمان مبروك. قام بعدها بول هيمان راح جاي باصص للكاميرا وقال ان رومان رينز هو اللي هيقدمه في الهول اوف فيم في قاعه المشاهير، وراح جاي بايس ايد الروك تاني. اللي هو انت يا جدو مش هتبطل شغل الخدامين ده ولا ايه؟ ما كفايه يا ابني، كل ما اشوف الروك يبوس ايده يخرب بيتك. المهم برضو اظن ان الكلام واضح جدا، رومان رينز هو اللي هيقدم بول هيمان في قاعه المشاهير هول اوف فيم، ودي حاجه حلوه جدا برضو. ولو ان كان نفسي يكون بروك ليزنر، بس تمام برضو رومان رينز مننا وعلينا يعني، فقشطه اختيار موفق ومناسب جدا يعني. المهم رومان رينز المفروض ان هو كده مشي من العرض، ولكن الروك وسولو وجيمي ما زالوا موجودين. بس كده. بعد كده بقى بيتم عرض فيديو عظيم لسامي زين وتشاد جيبل. فكره الفيديو جامده قوي بجد. تشاد جيبل بيمرن سامي زين تمارين جامده جدا عشان يأهله انه يفوز على جونتر في ريسل مانيا. في الاول سامي زين ما استحملش التمارين واتخانق مع تشاد جيبل وكده، فساعتها تشاد جيبل قال له جونتر مش هيسمي عليك، انت بتقول ايه؟ هي دي التمارين اللي المفروض تلعبها وتتعود عليها. المهم فضلوا يشدوا مع بعض، ومن هنا لهنا في الاخر سامي زين كمل تمارين وتعلم من اخطائه وكان متحمس جدا. عجبتني فكره الفيديو ده قوي بصراحه، عجبني اللي عمله تشاد جيبل ده بجد. المهم سامي زين بعدها دخل عشان يلعب مباراه الاعاده مع برونسون ريد، وكان ساعتها تشاد جيبل واقف في الكواليس بيتفرج عليه وبيتابعه يعني وكده. وفي وسط ما سامي زين كان بيلعب على الحلبه، جونتر هجم على تشاد جيبل جوه في الكواليس ونزل ضرب فيه وخده وطلع بره عند باب القاعه. ساعتها سامي زين لما شافه جري عليه عشان يطمن يعني عليه كده، بس جونتر راح جاي هاجم على سامي زين وبهدله جامد جدا جدا وقلل منه بطريقه وحشه قوي قوي يعني. سامي زين حرفيا اتهان من جونتر. انا نفسي سامي زين يرد اعتباره في ريسل مانيا وياخد حقه من جونتر، بس للاسف عارف ان ده صعب. جونتر النهارده بعد ما بهدله بمعنى الكلمه حط رجليه فوقيه ورفع الحزام، وده كان منظر اهانه جدا بالنسبه لي وما كنتش احب اشوفه خالص مع سامي زين، ولكن للاسف ده اللي حصل. واتمنى سامي زين يرد اعتباره في ريسل مانيا، لان بجد يعني المشهد كان مستفز. وبس كده. طبعا سامي زين خسر الماتش بالعد الخارجي، وانتهت الفقره دي على كده. واديها 6 من 10 بالرغم من ان الماتش كان جامد جدا، الا ان النهايه دي كانت مستفزه لينا كلنا. بس كده. بعد كده بقى عرضوا فيديو جامد قوي لدرو ماكنتاير. لا يا جدعان، لا، درو ماكنتاير ده طلع دماغ، طلع لسه عنده كتير جدا يقدمه. ايه يالا النظرات الجامده دي يالا؟ درو ماكنتاير كان في فيديو زي ما انتم شايفين كده. طبعا هو اتكلم عن ان هو منقذ ريسل مانيا وعمل اصابه لسي ام بانك وكل الكلام ده. انا مش فارق معايا كل الكلام ده خالص، لان هو كان بيكرر الكلام مش اكتر، لكن الطريقه اللي اتقال بيها الكلام النهارده والرياكشنات جوه الفيديو ده اللي لازم نقف عنده ونقول شابو جدا لدرو ماكنتاير. انا عجبني جدا الفيديو ده بصراحه، وكان لازم اتكلم عنه واديله 10 من 10 طبعا. وقبل ما ندخل على الحدث الرئيسي بشكر اخويا اشرف من المغرب على النقد المحترم ده، وبقول لك انا فعلا ما بكرهش كودي رودز، انا بحب كودي رودز بس بالعقل. الفكره كلها ان كودي رودز بيعمل حاجات بيجبرني ان انا اتكلم عنها واهزر واتريق وكده، بيجبرني ان انا اعمل كده، لان كودي رودز لما رجع رجعه غشيمه جدا. فاز على سيس رولينز 3 مرات، فاز على بروك ليزنر ما اعرفش ازاي لحد دلوقتي، جاي عاوز ينهي قصه شغاله بقى لها 4 سنين وخلال 2 سنين كاملين ما تثبتش غير مرتين بس. فاللي هو الموضوع مش طبيعي. عارف ان هو بيتبني عشان يكون واجهه الشركه وكل الكلام ده، بس يا اخي ده حتى رومان رينز اللي هو واجهه الشركه دلوقتي بيكسب بالغش عادي. سيس رولينز قبل ما يبقى معاه اللقب كان بيكسب وبيخسر، درو ماكنتاير بيكسب وبيخسر. انا كان نفسي بس ان كودي رودز يبقى عادي، بس هي دي كانت كل الحكايه معاه. بس هو ده يعتبر كل الحوار ده، اللي الحاجه اللي بتخليني اعلق على كودي رودز. كودي رودز تعب وعمل مجهود جامد جدا بره واثبت نفسه بره، بس لما يرجع المفروض يبقى فيه عقل شويه، لان كودي رودز من ساعه ما رجع وهو بيتحط برده قدام ناس كتير جدا مننا بنحبهم، سواء سيس رولينز او بروك ليزنر او رومان رينز او فين بالور. بس تمام ماشي، انا بعد كده هحاول اقول المعلومه وبس، لان لقيت ناس بتزعل بسبب موضوع كودي رودز وكده، وانا مش حابب ان انا ازعل حد مني، وما بحبش ان حد يزعل مني يعني، لان في الاول وفي الاخر دي مصارعه واحنا بنستمتع بيها، فاللي هو مش هنتخانق مع بعض عشانها يعني. فعشان كده انا بعتذر لاي حد زعلان مني في موضوع كودي رودز يعني. بس كده، وشكرا جدا ليك يا اشرف، تسلم. وبشكر برضه اخويا بحور، مش عارف بصراحه ده اسمك ولا ايه، بس شكرا جدا ليك يا حبيبي، ربنا يخليك. بعد كده بقى بنروح للحدث الرئيسي معانا. سيس فريكي رولينز كان ماشي في الكواليس، فالمذيعه بتساله ليه لازم تلعب المباراه الليله، فسيس ساعتها قال لها ان هو دايما عنده خطه بديله، بلان بي. There's always a plan B. But I've always got a plan B.
ايه بقى ده يا رجاله؟ انا عاوز افهم ايه الكلام ده. حد فهم حاجه؟ حد توقع حاجه في دماغه؟ بصوا انا مش عارف هو قصده على الماتش اللي هو داخله دلوقتي ان هو عنده ليه بلان بي، ولا قصده على حاجه اكبر وهي خيانه كودي رودز مثلا في ريسل مانيا. لان الكلمه اللي هو قالها دي مرتبطه بخيانته لذا شيلد. الكلمه دي من تريبل اتش ما تتنسيش اصلا يعني، بس حقيقي الكلمه دي شتتتني جدا. المهم بعدها وهو ماشي لقى درو ماكنتاير قاعد له كده، قام قال له انا لسه ما متش، وسابه ودخل الماتش. بدأ الماتش بينه وبين سولو سكوا، وقسما بالله انا اتصدمت من اداء سيس فريكي رولينز. ده اول ماتش ليه من بعد الاصابه، اول ماتش ليه ولقيته بيعمل حركات تجيب له اصابه تاني، اللي هو انا كنت خايف احسن يتصاب والله، وكانت كل حاجه هتبوظ بعدها في ريسل مانيا. انا قلت هيلعب الماتش على الخفيف كده، بس لا بجد سيس رولينز بيبهرني كل مره باللي بيعمله. يعني حركه زي دي ممكن تجيب له اصابه، كل اللي موجودين ما كانوش مصدقين ان هو هيعملها اصلا، بس عملها وشاله وكسر عليه الترابيزه. المهم بعدها راح جاي عامل له واحده ستومب، وكان خلاص على وشك انه يخلص عليه، قام دخله بسرعه جيمي اوسو ورزعه واحده سوبر كده. قام في اللحظه دي دقت موسيقى المين ايفنت جاي اوسو. دخل جاي اوسو ومش عارف بصراحه ايه لبس حصه الالعاب اللي هو لابسه ده، بس ما علينا يعني، خليه يبيع ويفرح. واشتبك مع جيمي ونزلوا ضرب في بعض لحد لما خده ودخل بيه جوه عند الكواليس. انا شفت المشهد ده فين قبل كده؟ يا الله يمسيك بالخير يا بروك ليزنر. والله الروك ساعتها راح جاي حاطط عليه اللي هو محدش يتدخل، ابن عمي وبربيه، ابن عمي وبعلمه الادب. وبعد كده دخل الروك لسيس فريكي رولينز، وساعتها سيس كان ميت على الحلبه ومش قادر انه يتحرك، والروك ساعتها اللي هو انت عارف انا هعمل فيك ايه دلوقتي. بس لقينا سيس رولينز بكل روقان وبكل جمدان بيضحك ضحكه خبيثه كده، وغالبا هي دي الخطه البديله. وفي اللحظه دي الجماهير كلها فضلت تهتف لكودي رودز كودي رودز، وبالفعل دقت موسيقى الامريكان نايت مير كودي رودز وسط تفاعلات جامده جدا من الجماهير. كودي رودز جاي ياخد حقه من الروك، وبالفعل دخل كودي رودز ومسك الروك وفضل يرقصه شويه. ما اعرفش بصراحه ايه اللي الروك بيعمله ده، يعني مش عارف بيجبر بخاطره يعني ولا ايه، انا مش فاهمه. ما بحبش افوره الروك دي بصراحه يعني. المهم خدوا على ترابيزه التعليق عشان يعمل له واحده روك بوتوم، بس طلع لهم رومان رينز من تحت الحلبه ولحق الروك. اللي هو نعم انت كنت كل ده قاعد تحت الحلبه، يخرب بيتك. طب افرض سولو سكوا كان تقل شويه ونزل بالحلبه على دماغك، كان زمان موقفك ايه دلوقتي؟ المهم ساعتها عكسوا الهجوم، وبعد كده الروك طلع الحزام وجلد. الحزام ده على فكره كان بيلسع اكتر من التاني. يا ساتر يا رب، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سيس فريكي رولينز بيموت حرفيا عشان طبعا على اللحم يعني، فعلا كان بيلسع جامد جدا. الروك ورومان رينز حطوا عليهم حطه سودا ومنيله ب 60 نيله بجد، قسما بالله نهايه سينمائيه لاخر عرض رو قبل ريسل مانيا 40. الروك يعتبر حط عليهم هما الاثنين حطه سودا بمساعده رومان رينز، وانتهى العرض الجامد ده على كده. انتهى ورومان رينز والروك ايد واحده، انتهى ورومان والروك حاطين على كودي رودز وسيس رولينز، انتهى وسيس رولينز وكودي رودز مرميين على الارض. انتهى اخر عرض رو قبل ريسل مانيا. الحماس عند الواحد لريسل مانيا قسما بالله في السماء، عمري ما اتحمست العرض بالشكل ده بجد. وهنا الحكم عمال يقول للروك كفايه خلاص كفايه. الروك ساعتها انت عبيط ولا ايه؟ والشاشه قفلت على كده للاسف. بس انا ملاحظ ان الحركه اللي الروك بيعملها دي بتاعه ستون كولد ستيف اوستن، هل ده بجد ولا عادي ولا تلميح على عوده ستون كولد ولا ايه الدنيا، ولا هم مش قصدهم بيها حاجه ما تعرفش يعني. المهم اعتقد ان مفيش حاجه دلوقتي ممكن تتقال ان رومان رينز والروك بقوا واثقين جدا من فوزهم في ريسل مانيا، ولكن هل ده هيحصل؟ هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده بكره ان شاء الله. فقره كانت جامده جدا ونهايه سينمائيه لعرض الرو، ولكن كنت بس ان لسه بدري لسه بدري لسه بدري. مش عارف ليه حاسس ان انا ما شبعتش من الفقرات بالرغم من انها كانت كبيره جدا، بس من جمدانها كان نفسي يعني الحاجات دي تكمل اكتر يعني. المهم قد الفقره دي 10 من 10 ما فيهاش كلام. عرض النهارده يا رجاله حرفيا ما فيهوش غلطه، حرفيا هو والعرض اللي فات اجمد عرضين رو شفتهم منذ زمن بعيد. ودي للعرض ده 10 من 10، واجمد واحد فيه بالنسبه لي كان سيس فريكي رولينز، وبعديه الروك، وبعديه الترايبال شيف رومان رينز. وبس كده يا معلم، هو ده كل اللي حصل في ماندي نايت رو. تعال لي بقى كده هنا وقول لي في الكومنتات طلعت بايه من العرض ده. هل شايف ان سيس ممكن يخون؟ هل شايف ان الروك ورومان هيفوزوا؟ هل شايف كودي رودز هيفوز؟ قول لي طلعت بايه من العرض ده. مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.